اصل بقى على كده دلوقتي انت مثلا معاك امكانيات تخليك تفتح مشروع يعني يكسبك 1000 جنيه في اليوم، وبنفس الامكانيات دي ممكن تفتح مشروع يكسبك 10000 جنيه في اليوم. الطبيعي ان انت هتختار المشروع اللي يكسبك 10000. لعيبه الاهلي اختارت الحد الاول، وكانوا حرفيا بيضيعوا كتير جدا 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 في ماتش الذهاب. والمفروض ان هم كانوا يعني كان المفروض نجيب اجوان على قد ما نقدر علشان نضمن يعني بنسبه كبيره في ماتش الذهاب، عشان ماتش العوده يبقى بالنسبه لنا اسهل شويه. ما اعرفش بصراحه لعيبه الاهلي كانت بتفكر في ايه. بس عامة الحوار ده ليه ميزة وعيب. المفروض ان احنا يعني نلعب رجالة بمعنى صح، يعني نسترجل، مش زي كل ماتشات الاهلي بتاعت افريقيا اللي فاتت، اللي كان مثلا بيبقى ضامن ماتش الذهاب، فماتش العودة بيلعب اي حاجة. ف يعني مش هينفع اصلا نعمل كده في ماتش بتاع العوده بتاع الوداد. العيب بقى ان في ماتش العوده الجمهور بتاع الوداد هيبقى، يعني انا متوقع بصراحه ان هو هيبقى طبعا هيبقى مدعكه اصلا في الاستاد. دي حاجه. تاني حاجه برضو ان لعيبه الوداد لما يبقى الجمهور موجود بيبقوا في احسن مستوياتهم، فده برضو هيصعب الحوار بالنسبه للعيبه الاهلي. فبعيدا بقى عن كل ده هنتكلم عن ماتش امبارح بالتفصيل، فيلا نبدا. اول حاجه كده انا ما كنتش مقتنع خالص ان يبقى الشناوي مش في القائمه اصلا. يعني كان مصطفى شوبير هو اللي موجود وعلي لطفي كان بديله. هو طبعا مصطفى شوبير عمل ماتش ممتاز جدا مش هنكر كده، بس الفكره ان الشناوي قياديا بيساعد الفريق بشكل كبير جدا. عشان كان ماتش امبارح كان الكابتن محمد هاني نقطه، يعني كان كذا لاعب الحقيقه احق منه ان هو يبقى قائد الفريق، بس ما اعرفش بصراحه. والمشكله ان كان الشناوي مش موجود بحجه ان كولر بيوفر له الماتش العوده، ومش حاجه اسمها كده، عشان كان زي ما قلت في الاول ان احنا المفروض ماتش الذهاب نبقى ضامنينه بنسبه كبيره، علشان لما نروح المغرب نبقى مطمنين بشكل كبير. والاهلي بدا فرض نفسه يعني تقريبا الشوط الاول كله، وكان بيروح كتير جدا. وطبعا مع ضغط الاهلي كانت لعيبه الوداد بتتراجع بشكل كبير. يعني انا اصلا ما اعرفش هم كانوا يعني كان طريقتهم في الهجوم ازاي، عشان ما كانوش بيهاجموا اصلا، وكانوا بيعتمدوا اكتر على الفاولات وكده. وحرفيا اول مره اشوف مصطفى شوبير في الماتش كانت في الدقيقه ال 23 من فاول للوداد وما كملتش، وبعدها فاول تاني في الدقيقه ال 33 اتشوت. بس الفكره ان مصطفى شوبير هو ماسكها بكل حاجه، والحمد لله ان ربنا ستر. بس الفكره ان مصطفى شوبير اصلا كان ماسكها غلط، عشان هو مسكها كده وكانت ايده عامله كده. المفروض كان يعني اساسيات اصلا الحراسه ان هو يبقى ايده يعني واخده مثلث كده، علشان لو كانت الكرة اقوى شويه كانت ممكن تعدي من ايده وتخش جون بسهوله جدا. نخش بقى على اكتر حاجه مضحكه في الماتش كله، التحكيم. هو اول حاجه التحكيم ما كانش موجود اصلا، عشان يعني من الفرقتين يعني كان في كور فاولات على الاهلي ما كانتش بتتحسب، وكانت كور فاولات على لعيبه الوداد وما كانتش بتتحسب. بس كان يعني كان التحكيم مؤثر اكتر على الاهلي، علشان في المفروض كانت ضربه جزاء في الدقيقه السابعه عشان لاعب من الوداد زق مروان عطيه جوه ال 18، ودي المفروض يعني ضربه جزاء واضحه جدا، عشان ده اصلا يعني ضربه من غير كوره. والحكم معرفش صراحه هو مشاها على اساس ايه، يعني اكيد مش مشاها على اساس ان معلول كمل عليها، علشان مفيش اصلا ادفانتج في ضربات الجزاء. بس في الدقيقه 29 في فاول علي معلول شاطه، والناس كتير جدا بتقول ان هي جت في ايد حد من اللي كان واقف حيطه للوداد، بس هي الحقيقه ما جاتش في ايده. يعني بانت بعد ما الشوط خلص اتعمل زوم على اللاعب ده، بس هي يعني اتضحت ان هي جت في قفاه ما جاتش في ايده. فده القرار الوحيد اللي كان صح اصلا في الماتش بالنسبه للتحكيم. وفي الدقيقه 36 كان شحات رايح الكره ناحيه اليمين من جوه ال 18، ولاعب من الوداد داس حرفيا على انكل الشحات، واصلا ما لمسش الكوره، بس طبعا الحكم عشان ما كانش شايف فما حسبهاش اصلا. واقصى درجات المهزله بقى اللي انت ممكن تشوفها في التحكيم كانت في الشوط الثاني. عطية الله يعني حرفيا كانت هجمه مرتده للاهلي، وكان خلاص بيستوي رايح انفراد على الجون، راح عطية الله مسكها. يعني هو نط كده عمل كده، يعني يوقف هجمه محققه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بس حكم بقى ادى انذار بس، يعني ما طبعا دي المفروض في اي حته تبقى طرد مباشر. وبرده كره ثانيه كانت الكوره مع مروان عطيه، ولاعب من الوداد يعني عمل تاكلينج عليه من ظهره، ودي المفروض في اي دوري برده تتحسب طرد مباشر او على الاقل انذار. بس الحكم حسب فاول بس وخلاص. بقى هو الحكم يعني فقد امل ان هو يبقى حكم اصلا، فبقى لاعب. يعني كان في كوره في الشوط الثاني بصراحه مش فاكر كان مين اللي لعبها بالظبط، بس كان واحد من الاهلي ناحيه اليمين كان المفروض يلعب بالعرض
على حدود 18 والحكم راح لمسها في النص وعمل اسقاط، يعني حاجه اخر مسخره اصلا. كده عندك ضربتين جزاء مش محسوبين وطردين مش محسوبين، ده غير بقى طبعا الفاولات اللي كانت في نص الماتش عادي. بعيدا بقى عن التحكيم، بالنسبه لي كان اوحش ثلاثه في الاهلي هما الشحات وديانج وكهربا. الشحات ناس كتير كانت بتقول ان هو من احسن اللعيبه في الاهلي في الماتش ده، من ضمنهم حسام الشوالي. وكهربا ناس كتير هتقول ان هو جاب جون اصلا، فاللي هو ازاي يبقى بالنسبه لي من اوحش الناس. فسريعا كده هو الاسباب ان انا ليه اخترت الثلاثه دول بالنسبه لي كاوحش ثلاثه في النادي الاهلي. نبتدي بديانج، وهو كانت مشكلته ان هو ما بيعملش الادوار اللي بتاعت مركزه، اللي هو اصلا خط الارتكاز او خط وسط مدافع. ما كانش بيستلم صح، ما كانش بيعرف يطلع بالكرة بشكل سليم، وحتى لما كان بيطلع بالكرة كان بيعمل بساط غلط جدا، فكان برضه بيضيع هجمات للنادي الاهلي. والادوار بقى اللي مش في مركزه اللي هي الادوار الهجوميه، هو كان بيساهم بصراحه، فمش هنكر كده، بس المشكله ان هو مش مطلوب منه اصلا ان هو يعمل كده، يعني فبالتالي طبيعي اصلا ان هو يبقى مش متدرب على الشوط او كده احسن حاجه، فبرضه كان بيضيع كور كتير جدا قدام الجون. ده كده بالنسبه لديانج. كهربا بقى ناس كتير طبعا هتقول ان هو لا ده جاب جون ومش عارف ايه، الجون يا جماعه الجون فاضي، ما بقاش نتكلم يعني. هو اصلا حارس الوداد طلع بشكل غلط جدا واتلعب الكروس الكهربا جوه ال 18 والجون فاضي، فطبعا حط جون. يعني لو كان مصطفى شوبير اصلا كان في الهجمه دي كان حطها، فما فيهاش حاجه يعني. بس برضه كانت مشكله كهربا ان هو بيضيع فرص كتير قوي سهله، وهو لوحده اصلا كان ممكن يجيب هاتريك او حاجه في الماتش ده. نختم بقى بالشحات. الشحات كانت مشكلته ان هو دايما بيتفزلك، يعني هو مثلا بيبقى قدامه 4 أو 5 من الوداد، والناحيه الثانيه عنده لعيبه فاضيه خالص وممكن يلعب اوفر، وبرده كان ممكن نستغل منها جولين او 3 يعني بالنسبه للشحات. بس هي المشكله ان هو بيخش وسط ال4 او 5، فطبعا كانت الكور بتضيع. بس برده للامانه هو يعني كذكي شويه، يعني في الجون الثاني خدع مدافعين ولعب اوفر لبريس ده جوه ال 18 وحطها بالنهو حلو جدا. والشوط الثاني الوداد بدا احسن بكتير جدا من الشوط الاول. وعامة بعد ما الاهلي جاب الجون الثاني اللعيبه ارتاحت جدا وبقت بتلعب باستهتار رهيب. كذا كرة ضاعت من كذا لاعب، اذا كان خط الهجوم او خط الوسط او يعني عامة كان كور كتير جدا بتضيع. وبرده الدفاع ما كانش احلى حاجة خالص في الشوط الثاني بالذات، وبالذات محمد هاني او الناحية يعني الناحية اليمين عامة. فبالتالي الوداد استغل كده عشان الكوره وصلت لجبران جوه ال 18 وحط جون بسهوله عشان ما كانش عليه اصلا اي رقابه. والشوط الثاني كان ماشي مثلا اللي هو ايه، هجمه للوداد قصادها 5 للاهلي. طبعا ده بالنسبه لاي حد ان الوداد كانت سيئه جدا في الشوط الثاني، بس طبعا بالنسبه للشوط الاول كانت احسن بكتير. وللامانه برده كانت هجمات الوداد اكتر من الاهلي. وبعد الجون على طول نزل احمد عبد القادر ومحمد شريف مكان الشحات وكهربا، وده غفلنا كلنا في الدقيقه 91 لما شاط كوره من بره ال 18 وجت حرفيا فوق العارضه بكام ملي. وده كان فيديو النهارده. طبعا مبروك للاهلاويه، بس كان ممكن نعمل نتيجه اكبر من كده بكتير. ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي هنزله جديد. والانستا والتيك توك هتلاقيهم تحت في الديسكربشن. وبس كده.